البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ انا عارفه راسي غبرت عليكم، ولكن ساعة الله برك عباشركم. اتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله انا جات لكم بواحد الوصفه ديال السلو، وشي سميها تقاوت، كل جهه في المغرب يسميها بسميه. واليوم ان شاء الله انا جيتكم بديالي اللي معتمده، وكل شيء ملي كيذوقوا كيعجبو. قلت ما فيها بس انني نوريها لكم. غنبدا لكم دابا بالمقادير. عندنا هنا كاوكاو رقيق البلدي كيلو ونص. عندنا هنا كيلو ونص ديال الكاوكاو الغليظ، راني بديت كنطحن من بعد عاد فكرت انني نصور لكم. كيلو ونص ديال الكاوكاو الغليظ من بعد ما قشرته وحمرته في الفران. وهنا 2 كيلو د اللوز البلديه، كتبان لكم بحال شي رقيق شي غليظ لانه بلدي، ما بغيتش ناخذ داك الرومي الغليظ. عندنا هنا 2 كيلو د الجوجلان، وعندنا هنا 2 جبانات ديال زريعه الكتان كيلو، انا كنستعمل زريعه الكتان ما نحمرهاش. عندنا هنا نص كيلو ديال الإلان، عندنا هنا 4 المعالق ديال القرفه، وعندي جوج معالق ديال حبات الحلاوه، 4 المعالق تقريبا جبانه صغيره، كاس العنبه ديال النافع البلدي. عندنا هنا 2 مسكات الحره ها فيها شويه، وعندنا 2 كوزات، وعندنا كيلو ديال السكر كلاصي. هادشي البنات راني كندير فيه 5 كيلو ديال الطحين، ملي كنحمروها كتعطي تقريبا ديك ربعه. ومن بعد ان شاء الله ما نطحن ونسالي وكلشي راني غنوريكم الطريقه ديال التخليط ان شاء الله. انا رجعت لكم الخواتات من بعد ما طحنت ديك القوام كله، حمرته وطحنته هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله. ها هو انا ما نيولوش بزاف، نخليه شويه حرش. هانتوما تبارك الله كيفاش كتشوفوا، ما نبغيش داك يبقى مدهوق بزاف. من بعد نحط اللوز عليه على اساس انني راه دايره اللوز، لا خصك في المذاق وانت كتاكل تحس بشنو كتاكل، ماشي كتاكل الفرص بوحدو. هانتوما الخواتات هذا هو القوام، هانتوما كما كتشوفوا. راني قلت لكم بلا ما نعاود نمليه عليكم كله باش ما يجيش الفيديو طويل. بعد ما حمرت وطحنت وكل شيء هرمشتوه نتوما تشوفوا ماشي مدهوق بزاف. دابا ان شاء الله غنزيد عليه قريصه ديال الملحه، شي نص معلقه صغيره. هذا كيلو ديال السكر كلاصي، انا غندير نص كيلو ومن بعد نشوف ندوق وديك الساعات، لان في الدار عندي ما يبغوش حلاوه بزاف. نغربلوه باش يحيد منو ديك الحبيبات. دابا السكر كلاصي ها هو، غنزيد الطحينه الخواتات. انا وريتكم دابا القوام والسكر كلاصي، غنزيد الطحين ومن بعد ما نخلط النواشف مزيان. عندي هنا الزيت العاديه مغليه حتى غلات وعاودت بردت، وهذه عندي الزيت البلديه، هذه الروميه، وهنا الزبده مذوبه بعد ما صفيناها وحيدنا منها الحليب. دابا غنزيدو الطحين، ونبقى نخلط حتى نمزجو كامل يتخلط مع بعضياتو، يعني ما نكبو السوائل حتى نرجع ممزوج مع بعضياتو باش يسهل علينا نخلطوه. الا حنا كبينا الزيت والزبده وداك الشيء ما غيتخلطش لينا، غنلقاو صعوبه، جهه تجي حلوه وجهه لا، والطحين يجي في جهه والقوام في جهه، هكا نسهلوا علينا المأموريه. كنخلط ونزيد الطحين. انا عندي الكميه كبيره خواتات دايره القوام، راني قلت لكم وريتكم القوام عندي في الفيديو ومسجل كل شيء، ولكن نتوما اللي بغا يدير كيلو يدير كيلو. انا كندير هاد الكميه على اساس انني كنذوق منها. عندي بناتي وعندي حبابي، راني العواشر هادي اللي بغا يذوق راه كيذوق حباب ما فيها بس.
هانتوما شتي واخا باقي نخدم فيه مزيان تيتحرك مزيان. وعندكم السوائل دابا ان شاء الله ما عنديش نطول عليكم الفيديو، غنكمل شغلي هكا في التخليط ديالو ونكب عليه الزيت والزبده والزيت البلديه حتى هي، ومن بعد ان شاء الله نرجع نوريكم النهايه كي دايره. انا من بعد البنات ما خلطت النواشف بوحدهم ودليكت بخير الله شي ربع ساعه هكا دليكت فيهم حتى حيد القوقات ديال القوام كيكونوا دايرين شي قويقات هكا، حاولت نمزجهم مع الدقيق. ودابا عاد باش نديروا الزيت والبلديه والروميه والزبده. ايوا صافي انا نوريك مع البدايه هكا وعاد نزيد لك راه فيه الخدمه خاص دليك وداك الشيء راكم عارفين، ماشي غير اجي وكون راني صوب السلو. المهم انا نبقى نخدمو حتى نخليه شويه مرمل، انا ما نبغيش ديك اللي معجنه البنات، ما عنديش مع داك المعجن اللي يديروا بحال رجعوا عجينه. غادي هكا وهكا البنات نبقى نقلعو تحتاني نجبدو من التحت ونشوفو الجهه اللي ما فيها شيء، نكبو عليها هكا شويه ديال الزيت. هاكم تشوفوا من بعد غنقسمو انا بجوج، خلي نص الباني ونص الماء نعاود نديرلكم. دابا عاده كنوريكم البنات على البدايه هكا كيفاش من بعد نبقاو نخلطو فيه حتى يبان لكم مرمل مزيان. ما عنديش واحد العبار محدده البنات ديال الزيت، عندي طرو ديال الزيت، دايره نص كيلو الزبده وتقريبا شي طرو ونص ديال الزيت الروميه ولا يطرو، لان عندي بزاف ماشي قوام كيلو هذا. ان شاء الله حتى المره الجايه نعطيكم شي قوام كيلو بوحدو، ما يكونش رمضان هكا نصاوبو عافيه مع عاديه. هكا نستمر الخواتات في انايا نجبد من التحت، هانتوما كتشوفوا باقي ونحاول ندلكو ولا بقى خاصو شويه نزيدو حتى نرملو كامل مزيان ونرجع عندكم ان شاء الله نوريكم في طبق التقديم كي غيكون. انا رجعت عندكم البنات من بعد ما دلكتو، هانتوما تشوفوا تبارك الله كيفاش طلع مرمل غزال، ما ناشفش وما مندمش بزاف. هانتوما مقدار ما قياس ديال الزيت، يعني نتوما كتصاوبوا ديال الزبده، نتوما كتدلكوا نتوما كتشوفوا، يعني ما ماشي حنا ما نبغيوهاش ملدم هكا حتى كيديروه بحال العجينه، ما بقاش السلو هذاك الا كان عجينه هكا مصاوب بحال الكيكه. كل حاجه عندها قوامه، السلو الاصيل اللي حنا كنعرفوه تربينا مع والدينا كنشوفوه كنا كناكلوه في قديم الزمان هكا داير. هنا خلطتو تبارك الله طلع غزاله كما كتشوفوا القوام، هانتوما كيبان القوام كيبان فيها. ماشي ضروري انني نخلطو من بعد عاد نخوي اللوز يبان حبوب، هذيك طريقه بدائيه وقديمه ان بنادم يخلي ديك الحبوب ديال اللوز هكا تبين على اساس انه داير اللوز، لا هكا يا البنات. المهم خاص يكون بهذه الطريقه هذه، هذا هو السلو الاصيلي، ماشي معجن بزاف وماشي ناشف غبره، والقوام كيبان فيه تبارك الله، نتوما كتشوفوه يعني هادو كل قوام فيه اللهم بارك. ايوا اللي عجبوه الطريقه هذه يدير، هذه طريقه اصيليه قديمه
وغاني تبارك الله كلشي القوام دايره فيه تبارك الله. اللي داقو من العائله كيعجبو، واخا كيصاوبوه هما زعما هما اللي كيقولوها، واخا كيصاوبوا سلو داكشي زوين، ولكن ملي كيذوقوا ديالي كيقولوا مزيان عجبو. واتمنى يعجبكم حتى نتوما وتجربوه. واش لكم مبروكه، الله يدخل عليكم هذا الشهر المعظم الصحه والراحه وطولة العمر باش ما تمنيتو ان شاء الله. واش لكم مبروكه. انا رجعت لكم البنات من بعد ما طحنت القوام كله ديال السلو وخلطته، والقوام راني قلت لكم في الاول بلا ما نعاودو لكم باش ما يخرجش الفيديو طويل. هانتوما تشوفوا تبارك الله الطريقه ديال كيفاش خرج برمل غزال تبارك الله، ما مزيتش بزاف وما ناشفش شويه، مرمل غزال. هذا هو اللي كيعجبني انا، هذا هو السلو اللي كديروا كل عام. ايوا عواش لكم مبروكه، والله يدخل لكم الصحه والراحه، وسمحوا لينا الا شاهيناكم، رزقكم داركم. حنا كنوريكم الوصفات للمبتدئين اللي ما كيعرفش شي ولا شي حاجه يحاول يستافد. حنا نستافدوا معكم نتوما تستافدوا معنا. عواش لكم مبروكه، والله يدخل لكم هذا الشهر بالصحه والراحه باش ما تمنيتوا ان شاء الله. شكرا على حسن المتابعة. دعمونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وإضافة تعليق